السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بأتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم هذه الفطيره ديال الجبن والعسل اللي كتجي رائعه، كتجي بحال شي بيتزا حلوه، خليط بين المالح والحلو بالنسبه للاشخاص اللي كيعجبهم هذا المزيج. فهاد الفطيره هذه غادي تعجبكم بزاف. الا بغيتوا تعرفوا المكونات وطريقه التحضير بقاو معايا لنهايه الفيديو. بالنسبه للمقادير ديال العجين ديال الفطيره، فهنايا كما كتلاحظوا عندي 4 معالق كبار ديال الماء دافي، عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، معلقه صغيره ديال خميره الخبز، 4 معالق كبار ديال الزيت النباتي، عندي هنايا كيس من خميره الحلويات، عندي هنا كذلك واحد الياغورت طبيعي، عندي القليل من الملح، والدقيق النوعيه المستعمله هو شار ميكس بي. هذه هي النوعيه ديال الدقيق اللي كنخدم بها دائما. اذا اول حاجه غادي نضيف 4 معالق ديال الماء الدافئ، كميه السكر، كميه ديال الخميره، غادي نخليو هذا الخليط يتفاعل واحد المده ديال 5 دقائق ونرجعوا ليه باش نكملوا باقي المكونات. من بعد ما تفاعل لينا واحد 5 دقائق فغادي نضيفوا دوك 4 معالق كبار ديال الزيت، خميره الحلويات، وهذاك اليوغورت الطبيعي بدون سكر طبعا. نمزجوا المكونات جيدا حتى كينسجموا لينا وكنحصلوا على هذا الخليط بحال هكا. بعد ذلك غادي نضيفوا القليل من الملح، بحال ديروا واحد ربع ملعقه صغيره من الملح لان الفطيره غتكون مالحه بالجبن. هنايا بالنسبه لكميه الدقيق المستعمله استعملت 5 معالق كبار مملوئين جيدا من الدقيق خالي من الجلوتين، وكل واحد كيبقى على حسب نوعيه الدقيق المستعمله. بالنسبه ليا راه هز معايا 5 معالق عامرين مزيان ديال الدقيق سون جلوتين. بالنسبه لهذا العجين هذا راه كيبقى يتلصق لينا في اليد ديالنا، الا قصحتوه راه ما غاديش تجيكم العجينه طريه، وفاش غتناولوها غتجيكم بحال قاصحه. دونك قد ما رخفنا العجينه وقد ما كنحصلوا على نتيجه افضل. هنا غنحاول ندلكها فقط شويه، كتلاحظوا بانني كنلقى صعوبه في الدلك ديالها لانها كتلتصق جيدا باليد ديالي، ولكن كنعاون شويه بشويه بالدقيق وكنحاول هكا نكورها. وغنوضعها في واحد الاناء فقط واحد المده ديال 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، ما تفوتوهاش لان هاد الفطيره راه ما كتكونش خامره، كتكون يعني رقيقه. بعد ما يعني كترتاح لينا العجينه ديالنا كنكون موجده واحد المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق كنحطوه جانبا. بعد ذلك انا هنايا كنحاول العجين ديالي كندلكو كيدلك ليا، يعني كنبسطو بسهوله لانه كيكون طري معايا، وكنحاول نوضعو فوق او المول اللي غادي ندخل للفرن. نحاول نتقى غير شويه بالشوكه من كتر 6 ثقوب باش ما تجيناش عاوتاني رقيقه فوق القياس. وغادي نستعمل هنايا كما كتلاحظوا الجبن ديال العلبه. انا هنايا عندي الجبن سون جلوتين، كاينين مجموعه من الانواع ديال الجبن ديال الدهن سون جلوتين بحال جبلي، جوده، كيري، كاينين مجموعه من الانواع ديال الاجبان. استعملوا نتوما اي واحد كيحمل العلامه. هنا تقريبا واحد 200 غرام، وهنايا عندي 100 غرام ديال الجبن اللي خلطته ما بين موتزاريلا وما بين الجبن الاحمر. كنكون في هذه المرحله هذه مسخنه الفرن جيدا، محدي انا كندير في الفطيره كنكون كنوجد فيها، كيكون الفرن كيسخن لنا جيدا على درجه حراره 200، وكنديروا النار فقط من الاسفل واحد المده ديال 10 دقائق. من بعد كنديروا النار من الاسفل ومن الاعلى حتى كتحمر لنا على هذا الشكل هذا، وكيذوب معنا هذاك الجبن مباشره وهي سخونه. كنديروا عليها العسل بهذا الشكل هذا، واحد 3 معالق حتى 4 المعالق كبار ديال العسل اللي تكون نوعيه جيده. انا استعملت عسل سون جلوتين. كيكون هذا هو الشكل ديال الفطيره ديالنا بعد ما خرجناها. انا غادي نقطع لكم واحد القطعه وهي مازال ساخنه باش تشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كيجي رائع بزاف، كيجي رطب. وهذيك الحشوه اللي درناها زعما كتواتى مع العسل. ترافقوها بواحد الكاس ديال الشاي كتصلح للافطار واوقات اللمجه او الغوتي. غادي تعجبكم بزاف هاد الفطيره ان شاء الله الا جربتوها. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنىها تكون نالت الاعجاب ديالكم. تلاقاو دائما في الجديد ديال الوصفات الخاليه من الجلوتين. اترككم في امان الله، ولا تنسوا ان صحتنا في حميتنا. الى اللقاء.